عايزك تعرف لو الفيديو ده وصل لك وانت مش قادر تنام ودماغك وجعك من كتر التفكير، فاعرف ان في رسالة جاية لك. رسالة يمكن محدش قالها لك قبل كده، بس لازم تسمعها للآخر. وقبل ما تسمعها ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم. بص، لما تبقى قلقان ومش جايلك نوم، ده مش لان السرير مش مريح ولا انك محتاج تغير وضعيتك، ده لان دماغك شغالة بزيادة. واول ما دماغك تشتغل تبدأ تدور على اجابة لكل حاجة. عايز تعرف ايه اخر الحكاية قبل ما تحصل، ودايما عايز تفهم ايه اللي جاي قبل ما يجي. عايز تحل كل حاجة بدماغك انت، وتنسى دايما انها بتمشي بسيناريوهات تانية مختلفة غير اللي انت كنت متوقعها نهائي. على ما اظن ياما مر عليك مواقف قلت فيها دي هتبقى وحشة ودي هتقلب ودي هتبوظ، وفي الاخر اتضح ان ظنك غلط وان اللي حصل كان خير. زمان يا صاحبي العواجيز كان عندهم جملة غريبة كده يقولها لك وهم مبتسمين وعلى وشهم الابتسامة الجميلة: ربك خلاه في الظنون يا ولدي. الجملة اللي أول ما تسمعها تحس إن في حاجة أكبر من الكلام نفسه. طيب يعني إيه خلاه في الظنون؟ يعني اللي أنت قاعد خايف منه مش ده اللي جاي، واللي أنت قاعد تفكر فيه غالبا مش هو اللي هيحصل. والحل اللي بتدور عليه بدماغك أوقات بيجي من باب تاني خالص، باب أنت نفسك ما تتخيلش إن هو موجود. فأيوة، سيبها على الله، بس على فكرة مش استسلام، بس اعتراف ان في حاجات اكبر من طاقتك واعمق من حساباتك. يا صديقي العزيز، اهدى وارتاح وطمن قلبك. في حاجات لازم تتحل فوق قبل ما تتصلح تحت، وفي دايما سيناريوهات بتتكتب لك من غير ما انت تشوفها نهائي. فطالب منك دلوقتي انك تقفل الفيديو وتروح تنام وما تتعبناش معاك، احنا فينا برضو اللي مكفينا. وخليك دايما فاكر ان مش كل قلق نهاية، اوقات كتير بيكون بداية الخير ما خطرش في بالك. نهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس والكومنت. سلام عليكم.